التعليم الفني نهضة قادمة لمصر، صناعيا، زراعيا، تجاريا، وفندقا. شاف الموجة رح نرسق مينا قمر ليالينا أيامنا على الله وقمر ليالينا يا مردي شد القطوع مفيش رجوع. حسب أمر التوريد المبرم بين وزارة التربية والتعليم والإنتاج الحربي، وقام الزملاء في الإنتاج الحربي مشكورين بتنفيذ جميع بنود أمر التوريد. تم شراء مركب حديد حديثا. في الزمن القديم كنا بنشتري مراكب خشب، إنما الآن الاتجاه العام شراء وتصنيع مراكب حديد، طبعا لما فيها مواصفات فنية أفضل من المراكب الخشب، زائد ان العمارات بتاعتها اقل تكلفه من المراكب الخشب. مدرسه توسن الصناعيه بتقوم بتعليم وتنفيذ المنهج التعليمي لطلبه الملاحه، كيفيه الصيد بالجر والشنشله، وكيفيه استخدام الاجهزه الملاحيه اللي فوق المركب، وكذلك طلبة المحركات البحرية. مستقبلا إن شاء الله هينزل طالب المحركات البحرية داخل المحرك، وهيتعلم موضوع القيادة والميكانيكا والجر، وهيتعلم موضوع ركوب المحرك ذات نفسه وتحريكه وإدارته وصيانته. صيانة البوهية بالرشمة ونظافة المركب ونظافة البابور، ولازم تدور بابور كل يوم علشان المكنة ما تسقطش، يعني عشان تلين، عشان ما تريحش. الونش ده هو اللي بيشد الشبك من البحر. الطبالي بتاعت الجنب الاول اللي هي بتفتح الغاز. مفرم التلج اللي بيكسر التلج نفرمه تمام، نعموه عشان نحطه على السمك. تانك مياه عذبة للشرب وتغذية المطبخ والحمام. المركب مزودة بمولد لإنتاج التيار الكهربائي 220 فولت و24 فولت أثناء سير المركب. الجزء اللي أمامنا ده الكمبرسور بتاع التلاجة. التلاجة عندنا حوالي 2 متر في 2 متر مكعب، وتسع حوالي 50 طاولة سمك أثناء سير المركب في عرض البحر. غرفة القيادة فيها عدد 2 ضمان هيدروليك وضمان يدوي. اليدوي عشان اثناء التبحير في البحر والهيدروليك عطل يبقى اليدوي يشتغل. الان الموتور الخاص برفع وانزال مخطاف المركب، ده طبقا للمواصفات الفنيه في الامر التوريد. الشبك والغاز لو اتقطع ولا حاجه نقوم بخياطته وشبكته تمام لترجيعه وتصليحه. ونش شنشله بيطلع الشبك من البحر. جزء الهش غطا علشان بداخله في الثلاجه اللي احنا قلنا عليها 2 متر في 2 متر، ودوت اهم جزء عندنا في السفينه. والمحرك من النوع الكاتل بيرر 495 حصان، وله ضمان عامان. الدنجل ده بننزل فيه الطلبه لما يجوا من المدرسه، بننزلهم من على الشط على المركب، ياخدوا الحصه بتاعتهم ويطلعوا تاني. تمام كده بس كده. التعليم الفني نهضة قادمة لمصر،